في أغنية اسمها دراكولا شرس، دي كلماتها. دراكولا شرس دموي في العراق، كاسر صيت الأخصام، كل واحد خصمته نهايته كانت الموت. دي كلمات أغنية تانية اسمها زميلي كداب. في مقطع فيها بيقول إيه: وما بنفتريش على أي حد غير اللي فاكر نفسه حد، واللي ذكائه بيخونه معانا في شوال على الصحرا يتشد. كفاية بقى كلام عن أغاني المهرجانات وكلماتها العجيبة اللي إحنا سمعناها دي. تعالوا نبدأ الحلقة علشان تعرفوا أنا أقصد إيه بالكلام ده. بس قبل ما أبدأ، أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. أتمنى تتابعوا المحتوى لغاية آخره، ولو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. تعالوا نكمل الحلقة مع بعض. زمان كده والجيل القديم يفهم اللي أنا هقوله ده، كانت أفلام فريد شوقي كانوا مسميينه ملك الترس. أفلام فريد شوقي اللي احتلت مكانة كبيرة جدًا. كان فريد شوقي متربع في الوقت ده على قمة هرم السينما زي ما بيقولوا. وكانت الأفلام دي واخدة رواج كبير جدًا والناس بتدخلها، ومعروف إن الحفلات كانت بتتقفل يوم ما بينزل فيلم لملك الترس وفريد شوقي. الحقيقة واللي هنتكلم فيها علميًا إن إحنا كلنا بنحب نعيش بطولات، حتى لو بطولة زائفة، من بطولة مش بتاعتنا. يعني إحنا بنحب الأفلام اللي فيها شكل من أشكال البطولة، وخصوصًا لمّا يكون بطل ضعيف أو إمكانياته محدودة وقدر في يوم من الأيام يوصل لحاجة. ده بيخلّينا أوتوماتيك كده العقل بيحطنا مكان البطل اللي إحنا بنتابعه ده، وبيخلّينا نتفرج عليه كده، وكلنا أمل إن إحنا نوصل للقدر ده من القوة وشجاعته والبطولة اللي إحنا بنتفرّج عليها في الأفلام. والحقيقة إن عقلك ما بيعرفش يميّز أوي إذا كان ده مجرّد فيلم. الحقيقة إنه طول الوقت الشخص الخارج عن القانون في الأفلام غالبًا ما بيتحاسبش، وغالبًا هو البطل الأسطوري اللي بيدمّر كل أخصامه زي ما بتقول كلمات الأغاني اللي إحنا بنسمعها اليومين دول في المهرجانات. الحقيقة بقى لو دققت في الأفلام القديمة دي هتلاقي البطل الأسطوري اللي كنا بنتفرّج عليه وناس كتير بتتابعه زي الفنان فريد شوقي مثلًا، كان بيبقى في لمسة إنسانية كده. الكاتب كان دايمًا يحط لمسة إنسانية يخلّيك تتعاطف مع الشخص آآ المُجرم اللي بيطلع في الأفلام ده، بحيث إنه يقدر يشدّك ويخلّيك تكمّل الفيلم لغاية آخره. وطبيعي إن اللي كاتب أي فيلم أو حد قصّاص، يعني حد بيكتب قصة، بيبقى مهتم جدًا إنّك تكمّل قصته أو حكايته أو فيلمه للنهاية. فمش هيسيبك لحظة تشغّل مُخّك. لو شغّلت مُخّك هتلاقي نَفْسك أوقات كتير جدًا الأبطال اللي بنتفرّج عليهم في الأفلام، وخصوصًا أفلام اليومين دول مش أفلام القديمة، هتلاقي نَفْسك مش عارف تتعاطف معاه. وبالتالي لو ما عرفتش تتعاطف معاه مش هتكمّل الفيلم لغاية آخره، والفيلم مش هيؤتي ثماره يعني. الجميل في الموضوع إن زمان ما كانش في سوشيال ميديا. بما إن ما كانش في سوشيال ميديا، كانت انتشار الأفلام دي برضه ما كانش بنفس القوة، وخصوصًا إن الناس كان عندها حاجات كده بطولات تانية على أرض الواقع بتخلّيك مش لازم تشوف بس بطولتك أو تختزل بطولتك في صورة فريد شوقي اللي بتتفرّج عليه. طيب إيه علاقة اللي إحنا بنقوله ده كلّه بالtrend اللي موجود دلوقتي، trend محمد بوجي؟ وأنا باتفرّج على الفيديو زي ملايين الناس اللي شافت فيديو trend محمد بوجي ده، اكتشفت إن محمد بوجي شخص على قد بساطته، على قد ما هو عارف يقرا نَفْسه. مش كُلّنا بنعرف نقرا نَفْسنا. الحقيقة هو عارف يقرا مشاعره ونُقط ضعفه ونُقط قوته. والولد كان بيتكلّم بمنتهى الفطرة والطبيعية والتلقائية على الحاجات اللي كانت بتأذيه نفسيًا وكان هو عايز يتخلّص منها. الجملة بقى العبقرية اللي أنا ركّزت عليها أوي في الحوار واستوقفتني كتير جدًا وخلّتني أقول الولد ده بيعرف يفكّر، عشان كده ربنا نجّاه أو ربنا ينجّيه ويكمّل مسيرته على خير. إنه هو بيسرد مشكلته وحياته قبل ما يدخل يبيع كليته بمنتهى التلقائية. كان بيقول: أنا كنت حابب صورة الشخص البطل اللي بيدخل يفوت في الحديد يكسّر كل الناس من غير ما يهمه حد. وهنا وبما إن ده ليه علاقة بشغلي أنا بقى، تعالوا نقول ليه واحد زي محمد بوجي كان شايف إن البطل الأسطوري هو البطل اللي بيدخل يفوت في الحديد ويكسّر كل اللي حواليه من غير ما حد يقدر يراجعه في اللي هو بيعمله أو حد يقدر يرضعه مثلًا. الولد وبمنتهى الشجاعة مع نفسه والصراحة اللي تتحسب له، لإن حقيقة مش كلنا بنعرف نواجه نفسنا بنقط ضعفنا. كان بيقول إن المخدرات بتغذي خفة الشجاعة الوهمية دي، تخلّيه يفوت في الناس من غير حسابات البشرية بتاعة إن أنا مش أكيد مش هاعرف أضرب الناس كلها. طيب تعالوا نربط بقى الخيوط دي كلها ببعض. محمد بوجي كشاب لسه في مقتبل عمره يعني خاض تجارب كتير جدًا صعبة لدرجة إنه شاف أخوه مات قدّام عينيه. والحقيقة إنه اتعرّض لبيع كليته والحاجات اللي موجودة في القصة زي ما أنتم شفتوها عند صاحب الفيديو الأصلي. بوجي ولد في بيئة شعبية بيسمع أغاني عن الفتوانة طول الوقت، عايش تقريبًا في وسط عنيف. كل الشباب اللي من سنّه اللي مسقّف موس واللي مش عارفة فتح النار على أخصامه والكلام الغريب اللي بنسمعه ليل ونهار، سواء بإرادتك أو غصبٍ. ييجي الأستاذ محمد رمضان وشاكلته، الأفلام اللي بتُنتج بالشكل ده اللي بتمجّد البطل الأسطوري اللي بيدخل يفوت في الناس كلّها ويجيب جيركن جاز كده يولّع في الناس كلّها، هو ده الشخص اللي بقى أسطوري بالنسبة لنا.
تعالَ بقى اعمل ربط ما بين الأفلام زي أفلام محمد رمضان وما بين محمد رمضان نفسه اللي مُخّك ما بيفرّقش إذا كان ده كان دوره في فيلم وحقيقته اللي بيظهر بيها واللي هي ما بعدتش أوي عن شكله اللي بيطلع بيه في الأفلام، إنه شخص دائمًا لا يُقهر، إنه ما حدّش بيقدر عليه، هو بيقدر على الناس كلّها، إنه طول الوقت بيطلّع لنا لسانه والحقيقة إن دي صورة بطولة كده خرافية كلّنا نحب نعيشها حتى لو أنكرنا ده. شاب زي محمد بوجي عايش في وسط فيه نسبة كبيرة جدًا من العنف، وخصوصًا المناطق اللي المفروض تعتبر مناطق شعبية، الصورة دي كتير متكررة، بيركب توك توك يسمع نفس الأغاني، نفس شكل الأغاني ده، طول الوقت الأغاني اللي بتمثل القوة الرهيبة اللي ما حدش يقدر يخترقها، ييجي يتفرج على فيلم، يدخل سينما، يفتح يشوف مقطع على السوشيال ميديا، يلاقي نفس الكلام. شوية ألاقي ناس فاتحين لايفات على بعض بيشتموا بعض، وأوتوماتيك عقلنا ابتدى يترجم إن هي دي شكل الشجاعة، الشجاعة اللي من غير حسابات، الشجاعة اللي من غير تفكير، الإقدام على أي تصرُّف متهور وعقلك ابتدى يصوّر لك إن دي منتهى الشجاعة اللي في الدنيا. وبما إن البطل الشعبي شكله اتغيّر مع مرور السنين، وبما إن البطل الشعبي على طول كسبان، بقى كل شبابنا عايزين يعيشوا الإحساس ده بالضبط، لدرجة إن أغاني البنات نفسها بقت تتكلم بنفس الطريقة. طيب نظرية التعلُّم الاجتماعي اللي كانت سنة 77 بتقول إن الإنسان بيتعلّم بالملاحظة والتقليد، إحنا بنلاحظ إيه ونقلِّد إيه؟ يا ريت تجاوب على السؤال ده. طيب في دراسات اتعملت سنة 2003 بتقول إن ملاحظة الأفعال العنيفة والمشاهد العنيفة المتكررة على السوشيال ميديا والإعلام بتزوّد احتمالية السلوك العدواني لدى الشباب. وبما إن البطل الخرافي ده في حاجات كتير جدًا بتمجّده زي التيك توك اللي بياخد مقطع من الأغنية دي ويبتدي يصوّر عليها فبحانته، دايمًا هتلاقي على التيك توك تحديدًا أكتر أغاني طالعة ترند، أكتر أغاني استخدمتها الناس اللي فيها المقاطع، وده خلّى الشباب كلّها تتخيّل إن الطريق للقبول الاجتماعي هي الفتوانة والشبحة، وفي نظرية في علم النفس الاجتماعي اسمها التطبيع مع العنف، يعني مشاهد العنف لمّا تتكرر وتتمجد كده بقت طبيعية جدًا في ذهن الناس، لمجرد إنها اتزرعت واتكررت في السوشيال ميديا وفي الأغاني وفي الأفلام وفي كل حاجة حواليك تقريبًا. يبقى الصورة اللي اترسخت في دماغ محمد بوجي هو واللي زيه، واللي وصّلته لكل الحاجات السيئة اللي حصلت له في حياته دي، الصورة دي اتزرعت في مُخّه، اتزرعت في مُخّه منين؟ من كتر تكرار صورة الشخص العنيف وتمجيده على أساس إنه بطل خارق، وإن فتوانته دي هي سر قبوله الاجتماعي. وبما إن الحاجات اللي إحنا اتكلمنا عنها كلها دي عاملة إشباع كبير جدًا للشباب اللي حاسس بالعجز والضعف وقلة الحيلة، خصوصًا في الظروف الاقتصادية اللي بيمُر بيها العالم كله، فهو بيعوّض نقص جوّاه بالحاجات اللي بيشوفها وبيسمعها وبتتكرر على ودنه طول اليوم، لمّا يسمع أغنية عن البطولة وعن الشبحنة هو بيحس نفسه البطل اللي في الأغنية، وبعد شوية بيعمل إيه، يقول طَب ما أجرّب، أعمل زي ما قالوا كده، أجرّب كده أدخل تحدي كده أو أدخل في خناقة فيها كام حد، يمكن أقدر أطلع البطل اللي بيتكلموا عنه في الأغنية. وبعد ما يجرّب ويتضرب جوّه يحصل له إيه، يحصل له نوع من أنواع الإنكار، هو مش قادر يستحمل إن يبقى الشخص الضعيف اللي مش موجود في الأغنية اللي لسه سامعها، هيبتدي يعمل إيه، يستعين بالمخدرات مثلًا علشان خاطر تلغي عنده حتّة الحسابات، إنه يفكّر في الشيء قبل ما يقوم بيه، تخلّيه يفوت في أي خناقة، في الآخر خالص يا بينتهي عمره، يا بيبيع حتّة من جسمه، الحقيقة إن الموضوع مش عبثي خالص، أنا أعتقد إنه خطة محكمة، هجوم الأغاني والأفلام اللي بالشكل ده حواليك صدّقني، صدّقني، صدّقني هيصيبك حتى لو من بعيد، عشان كده نصيحتي ليك حاول تزوّد وعيك، خلّيك فاهم إن أي حاجة بتتمرّر وبتتكرر على مُخّك غصبٍ عنّك هتشوف نَفْسك فيها، الصور اللي حواليك كلّها دي كل الثقافات انتقلت عبر العصور بنفس الطريقة، روازة شيء معيّن يبتدي مُخّك يشوفها حاجة طبيعية، وأول ما مُخّك يشوفها حاجة طبيعية يبتدي يقول طَب وإيه يعني لمّا أجرّب، وابتدت الصورة تتغيّر، ابتدت الصورة تتشوّه، وابتدينا ندخل في حاجات أكبر من مجرّد كلمات أغنية ومن مجرّد إنتاج فني وإعلامي ودرامي، ابتدينا نشوف شباب بيضيع، مستقبل ناس بيروح. حياة بتتدمّر، شكل الحياة نَفْسه اختلف، والحقيقة إنه بقى صعب جدًا تقنع طفل مثلًا إن مش هو ده الصح، عشان كده طول الوقت حاول تركّز على إدراكك ووعيك، حاول تفهم مين بيعمل إيه ومين بيغيّر إدراكك ويشكّله من أول وجديد. الحياة الهادية النادية اللي بنتمناها كُلّنا تقريبًا بقت قليلة جدًا، بقت عند الناس اللي اختارت نَفْسها، حاول أنت كمان تختار نَفْسك وتفتكر إن الأغاني اللي بتلِح على دماغك والأفلام والصور الغريبة اللي موجودة على السوشيال ميديا ليل ونهار،
هتأثّر عليك، هتأثّر عليك. أنا مش باقول لك اعتزل السوشيال ميديا أو الأغاني أو الكلام ده، بس خلّيك دايمًا يقظ كده إيه اللي داخل لك باستمرار علشان تأكد إن عقلك هيصدّقه، وأول ما عقلك هيصدّقه هتستعين بكل حاجة، مخدرات، بيع كِلى، أي حاجة، عشان خاطر تقدر تهزم الواقع مش الواقع اللي يهزمك. مجرّد إنك تمك النفسي ووعيك تشكّل بقدر كبير، هتعرف تهزم أي حاجة في الدنيا، لكن لا بمخدرات ولا بأغاني ولا بفتوانة زائفة بنعيشها كده زي المخدر بالضبط، تأثيرها زي المخدر بالضبط. أنا نرمين هيكل ودي قناة لاحظ دعائي، خافوا على نفسكم ما حدش هيخاف عليكم. لو تابعتنا للجزء ده من الحلقة أتمنى تدعمنا باللايك والشير وسبسكرايب. إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يحمينا ويحمي أولادنا كلنا في كل مكان. سلام عليكم.